بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معكم احمد المصري من قناة وموقع سؤال جواب للمعلومات والسيارات. شركة سامسونج اعلنت بشكل رسمي عن الموبايل الجديد واللي هو سامسونج جالاكسي A25 5G، والموبايل ده بيتميز انه بيجي بشاشة سوبر اموليد وبتردد 120 هرتز، والمعالج بتاعه اللي هو اكزينوس 1280. بالاضافه كمان الى انه بيجي بكاميرا اساسيه بتوصل الدقه بتاعتها لحد 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري OIS. وبالنسبه للكاميرا الاماميه فبتيجي الكاميرا بدقه 13 ميجا بكسل. وبالنسبه للبطاريه فبيجي ببطاريه بتوصل الساعه بتاعتها لحد 5000 ملي امبير، وبيدعم كمان الشحن السريع بقوه 25 واط، مع دعم الموبايل كمان للسماعات ستيريو علشان تاخد افضل تجربه صوتيه ممكنه لو انت بتسمع وسائط او لعب وهكذا. فدي كانت المواصفات المبدئيه كده عن الموبايل ده، وطبعا هسيب لك فواصل زمنيه بالتوقيتات الخاصه بالمواصفات كامله والموضوعات الخاصه بالفيديو ده موجوده في اول تعليق مثبت وموجوده في الوصف، بحيث انك تضغط على التوقيت يدخلك على الجزء اللي انت عايز تعرفه عن الموبايل. وهتلاقينا برضو سايب لك رابط المراجعه كامله موجود على موقعنا الالكتروني، وهتلاقي الرابط موجود في اول تعليق مثبت وموجود برضو في الوصف تحت الفيديو ده، علشان لو الانترنت بطيء عندك تقدر تشوف اللي انت عايزه بكل سهوله. فالوقت تعالى بقى نتعرف على المواصفات كامله والمميزات والعيوب وايه هي محتويات العلبه، وهل فعلا الموبايل ده يستحق انك تشتريه ولا لا. يلا بينا. في الأول كده تعالى نتعرف على إيه هي محتويات العلبة الخاصة بسامسونج جالاكسي A25 5G الجديد. لما هتفتح العلبة هتلاقي الموبايل اللي هو سامسونج جالاكسي A25، وهتلاقي جوه العلبة كابل من النوع تايب سي، ودبوس معدني اللي هو الخاص بدرج الشرائح وكارت الميموري، وهتلاقي كتيب التعليمات اللي بيشرح كيفية استخدام الموبايل. طبعا مش هتلاقي لا سماعة ولا شاحن ولا جراب، وده العادي مع أغلب الشركات في الفترة الأخيرة، وده بالنسبة لمحتويات العلبة الخاصة بالموبايل ده. أما بالنسبة بقى للمواصفات الخاصة بسامسونج جالاكسي A25 الجديد، فتلاقي ان الموبايل ده بيدعم تقنية NFC او اللي هي الدفع اللا تلامسي، ودي طبعا موجودة في اغلب الموبايلات، واللي من خلالها تقدر تستعملها في عمليات الدفع الالكتروني او عمليات الدفع اللا تلامسي من خلال الموبايل بتاعك. طبعا هتلاقي الموبايل كمان بيدعم شريحتين من النوع نانو سيم، وبيدعم شبكات الجيل الثاني اللي هي 2G وال3G وال4G وال5G. وبالنسبه للابعاد بتاع الموبايل فالموبايل ده ارتفاعه 161 مللي في عرض 76.5 مللي، والسمك بتاع الموبايل 8.3 مللي. وبالنسبه للوزن الاجمالي بتاع الموبايل فوزن الموبايل نفسه 197 جرام. وبالنسبه للخامه بتاع الموبايل نفسه فالموبايل طبعا بيجي بخامات من البلاستيك بالكامل. اما بالنسبه للشاشه بتاع الموبايل فالموبايل ده بينزل بشاشه من النوع سوبر اموليد وبمقاس 6.5 بوصه او اللي هي 6.5 انش، وبدقة فول اتش دي بلس، وبمعدل تحديث 120 هرتز. طبعا الموبايل ده هتلاقيه كمان موجود او متوفر باكتر من اصدار مختلف من الذاكرة اللي هي الروم، الذاكرة الداخلية بتاع الموبايل، والرام او اللي هي الرامات بتاعته. يعني بينزل بذاكرة داخلية روم 128 جيجا بايت ذاكرة داخلية على 6 جيجا بايت رام، وفي اصدار تاني اللي هو 128 جيجا بايت على 8 جيجا بايت رام، وفي اصدار ثالث اللي ههو 256 جيجا بايت على 8 جيجا بايت رام. يعني في النهايه معاك 3 اصدارات، 128 جيجا بايت على 6، ومعاك 128 على 8، و256 على 8. وده طبعا كله بالاضافه الى امكانيه انك تقدر تزود التخزين او تزود الذاكره بتاع الموبايل ده عن طريق تركيب كارت ميموري في الموبايل. اما بالنسبه بقى للمعالج او وحده المعالجه المركزيه او اللي هو CPU بتاع الموبايل ده، فالموبايل ده بيجي بمعالج اكزينوس 1280 وبتقنيه 5 نانومتر، وبالتالي هتاخد اداء كويس جدا جدا بالنسبه للالعاب والتصفح والشغل على التليفون عموما. اما بالنسبه للكاميرات بتاع الموبايل ده فالموبايل بيجي بكاميرا اماميه بتوصل دقتها لحد 13 ميجا بكسل، مع كاميرا خلفيه ثلاثيه الاساسيه فيهم بتوصل دقتها لحد 50 ميجا بكسل، والكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل، ودي اللي بتيجي للتصوير الواسع او اللي هو الالترا وايد. اما بالنسبه للكاميرا الثالثه فبتيجي بدقه 2 ميجا بكسل، ودي الخاصه بالماكرو، بالاضافه طبعا لوجود مثبت بصري في الموبايل واللي هو OIS. بالاضافه كمان الى انك هتقدر تسجل فيديوهات بتوصل دقتها لحد 4K، وده بالنسبه للكاميرات. هنلاقي برضو ان الموبايل ده بيدعم ميكروفون اضافي للحد من الضوضاء او اللي هو ميكروفون عزل الضوضاء، واللي في العاده بيكون موجود في الفريم بتاع الموبايل من فوق زي كل موبايلات سامسونج او اي موبايل من الشركات التانية. وبالنسبه للميكروفون ده للناس اللي ما تعرفوش او يعني ايه عزل الضوضاء، الميكروفون ده في العاده بيكون موجود اعلى الشاشه في الفريم بتاع الموبايل من فوق، وده مختلف عن الميكروفون اللي هو بتاع المكالمات اللي بيكون موجود جنب
جنب الفتحه بتاعه الشحن من تحت او جنب فتحه ال 3.5 مللي اللي هو جاك السماعه. والفايده من ميكروفون عزل الضوضاء ده لو انت مثلا بتتكلم في الشارع بالموبايل، بتعمل مكالمات او بتصور فيديوهات وفي ضوضاء او دوشه حواليك، فهو بيعزلها باكبر قدر ممكن بحيث انه يخفف منها، وبالتالي هتاخد جوده مكالمات كويسه او هتسجل فيديوهات مع ضوضاء قليله ما تخربش عليك التسجيلات بتاعتك لو انت بتسجل او بتصور فيديوهات في الشارع. فهي دي الفايده من ميكروفون عزل الضوضاء للناس برضو اللي ما تعرفش عنه، لان احيانا بيجي لي اسئله من النوع ده، يعني ايه ميكروفون عزل الضوضاء وكده. هو شارح نفسه اصلا واسمه في النهايه بيدل على الوظيفه اللي بيقوم بيها، وهي برضو نفس التقنيه اللي موجوده في السماعات اللاسلكيه او الايربودز واللي بنقول عليها اكتيف نويز كانسليشن، واللي هي زي ما قلنا قبل كده ان هي مهمتها ان هي تقلل الضوضاء على اكبر قدر ممكن اثناء اجراء المكالمات او تسجيل الفيديوهات وخلافه. هنلاقي برضو ان الموبايل ده بيدعم الواي فاي بالخمس ترددات المعروفين اللي هو الاي والبي والجي والان والاي سي، وبيدعم كمان الدول باند والواي فاي دايركت. وبالنسبه لاصدار البلوتوث اللي موجود في الموبايل، فالموبايل ده بيجي باصدار بلوتوث 5.3 مع OTDB والإي. غير كمان ان هو بيدعم تحديد الموقع الجغرافي اللي هو الجي بي اس بجانب انظمه الملاحه الثانيه زي الجلوناس والجاليليو والبي دي اس والكيو زد اس اس. هتلاقي كمان ان الموبايل ده بيدعم مستشعر بصمه الاصبع موجوده في جانب الموبايل على مفتاح الباور، وبيدعم تقنيه الفيس انلوك اللي هي بصمه الوجه، وده طبعا علشان الامان بالاضافه لباقي وسائل الامان العاديه زي النمط وكلمه السر وكلمه المرور والبين كود والكلام ده كله. هتلاقي كمان ان الموبايل بيدعم مستشعرات التسارع والقرب والبوصله والجيروسكوب، واللي هي المستشعرات الأساسية اللي موجودة في أي موبايل. برضو من ضمن الحاجات الجميلة اللي ما زالت سامسونج محافظة عليها في سامسونج جالاكسي A25 5G الجديد وسامسونج جالاكسي A15 4G الجديد، واللي هي الأجهزة الجديدة اللي موجودة في السوق حاليا، إن هم ما زالوا محافظين على منفذ السماعات ال 3.5 مللي الخاصة بسماعات الرأس، ودي برضو من الحاجات الكويسة جدا جدا اللي ما زالوا محافظين عليها. وحتى للعلم بالشيء لو المنفذ ده مش موجود حتى في أي جهاز تاني، النهارده في سماعات موجودة بمدخل تايب سي أو اللي هو جاك التايب سي، ولو ما فيش برضه جاك تايب سي تقدر تجيب كونفرتر لو عندك سماعه عاديه ومش عايز تخسرها، وبتلاقي الكونفرتر ده او التحويله ديت او التوصيله دي فيها طرف تايب سي والطرف الثاني 3.5 مللي اللي هو الفيميل العادي، او اللي هو جاك السماعه بتركبه في المدخل الفيميل بتاع 3.5 مللي، وبالتالي في الجنب الثاني تايب سي، وهتشغل سماعتك لو عندك سماعه غاليه او كده. وده بالنسبه للناس اللي ما عندهاش مدخل 3.5 مللي في اغلب الاجهزه. لكن هنا في الجهاز ده هتلاقي معاك منفذ 3.5 مللي بحيث انك لو حابب مثلا توصل مايك زي اللي احنا بنشتغل بيه ده مثلا، او تركب سماعتك والكلام ده كله، فهتلاقيك شغال عادي مفيش مشكله في الجانب ده. برضو من الحاجات الجميله جدا في موبايل سامسونج جالاكسي A25 انه بينزل بسماعات ستيريو، وده طبعا في النهايه يعطي لك تجربه وجوده صوت ممتازه جدا جدا، خصوصا وقت اللعب او لو بتسمع وسائط مختلفه او يوتيوب والكلام ده كله، فهتاخد تجربه صوتيه ممتازه جدا جدا بفضل السماعات الاستيريو اللي موجوده على الموبايل ده. اما بالنسبه بقى للمنفذ بتاع الشحن ونقل البيانات، فالموبايل طبعا وكالعاده بينزل بمنفذ من النوع USB تايب سي. اما بالنسبه بقى للبطاريه اللي موجوده في الموبايل ده، فالموبايل ده بيجي ببطاريه زي اللي موجوده بالظبط في سامسونج جالاكسي A15. البطاريه هنا بتوصل الساعه بتاعتها لحد 5000 ملي امبير مع دعم الفاست تشارج او اللي هو الشحن السريع، وبقدره او بقوه 25 واط. اما بالنسبه للاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل اللي موجود على الموبايل ده، فسامسونج جالاكسي A25 بيتم اصداره باندرويد 14 مع الواجهه الجديده اللي هي One UI 6 او اللي هي One UI 6. اما بالنسبه للالوان الخاصه بالموبايل ده، فالموبايل ده بينزل باربع الوان. اول لون اللي هو اللون الاسود، اللون الثاني اللي هو الازرق الغامق، واللون الثالث اللي هو الاصفر، واللون الرابع اللي هو الازرق الفاتح. طبعا الالوان دي مساله اذواق في النهايه، ولكن دي الالوان المتاحه من الموبايل ده. وطبعا برضو للعلم بالشيء اي موبايل في العالم بيتم اصدار الوان معينه لكل بلد، يعني انت ممكن مثلا في مصر تلاقي اللون الاسود مع الازرق الغامق بس، لكن لو جيت تسال على الاصفر او الازرق الفاتح ممكن ما تلاقوش في مصر، ممكن يكون نازل مثلا لدول اسيا، او ممكن يكون مثلا نازل للهند، يعني مش كل الاربع الوان هتلاقيهم متوفرين في بلدك. ودي برضو من الحاجات اللي لازم تبقى عارفها لاي موبايل، مش سامسونج جالاكسي A25 بس، لكن انت ممكن تلاقي مثلا في مصر اللونين المتوفرين جدا اللي هو مثلا الاسود والازرق الغامق او الاصفر، يعني على حسب وضع السوق او المكان اللي بتشتري منه ساعتها. لكن في النهايه، وانا دايما بقول الكلام ده في كل مراجعه سواء بتكلم على مواصفات او فتح علبه لموبايل معين، مساله اللون دي مساله ذوق واختيار في النهايه، ولكن انت طالما هتركب جراب على الموبايل بتاعك، طالما الجراب مش شفاف، خليك دايما في الالوان الغامقه، لانها بتكون يعني نفسها طويل شويه وبتستحمل معاك البهدله والاتربه والكلام ده كله، خصوصا الخدوش والحاجات دي لو انت بتستخدم
بتستخدم الموبايل بتاعك بكثره، او يعني لو انت فعلا هتطحن الموبايل بتاعك، يعني لو انت فعلا الموبايل بتاعك ده هيشقى معاك او هيتعب معاك، فخليك دايما في الالوان الغامقه، بلاش بقى الازرق والاصفر والحاجات دي. فنصيحه ليك خليك دايما في الالوان الغامقه، لانك في النهايه اصلا هتركب جراب على الموبايل بتاعك، ففي كل الاحوال اللون مش هيبان. لكن لو انت بقى بتحب الالوان الفاتحه وهتركب جراب شفاف والحاجات دي، فده يرجع لك انت برضه في النهايه. طيب والوقت زي ما اتكلمنا عن المواصفات والمميزات وايه هي محتويات العلبه، تعالى بقى الوقت نتكلم عن اهم العيوب الخاصه بسامسونج جالاكسي A25 5G الجديد. هتلاحظ في شاشه الموبايل ده ان الحواف بتاعه الشاشه كبيره شويه، خصوصا الحافه السفليه بتاعه الشاشه. برضه من ضمن العيوب اللي هتقابلها في العلبه بتاع الموبايل ده ان لما هتفتح العلبه للاسف في 3 ملحقات اساسيين مش موجودين، واللي هم الشاحن وسماعه الودن والجراب. اعتقد ان سامسونج اخطأت في الموضوع ده في الفتره الاخيره، لان مفيش موبايل من سامسونج مؤخرا بينزل بالشاحن ولا بالسماعه ولا بالجراب. لكن على الاقل يا سامسونج كنا المفروض نفتح العلبه نلاقي الشاحن مع الوصل، لان النهارده ما ينفعش اروح اشتري الموبايل بتاعي بمبلغ محترم ايا كان الموبايل ده، مش بتكلم هنا عن سامسونج A25 بس، وفي نفس الوقت بعد ما اشتري الموبايل اضطر اروح اشتري شاحن من سامسونج او يو جرين او انكر او الماركات اللي هي المشهوره دي، والاقيني مثلا اتكلفت فوق ال 300 او 400 او 500 جنيه على حسب الشاحن وقدره الشحن اللي انا محتاجها منه. فيا ريت نرجع زي زمان وعلى الاقل الاقي في العلبه الشاحن بتاعي ومفيش اكتر من كده. برضه من ضمن العيوب اللي هتقابلها في الموبايل ده انك مش هتقدر تستخدم شريحتين اتصال مع كارت ميموري، يعني علشان تشغل حاجه لازم تستغنى عن حاجه، يا تركب شريحتين يا تركب شريحه مع كارت ميموري، لان درج الشرائح هنا بيجي من النوع الثنائي مش الكومبو للاسف. برضه من ضمن العيوب اللي هتقابلها في الموبايل ده واللي هي اداء المعالج من النوع اكزينوس، هيعطي لك تجربه اداء كويسه جدا جدا بالنسبه للاستخدامات العاديه زي التصفح والانترنت والحاجات دي، لكن بالنسبه للالعاب مش هتاخد افضل اداء بالنسبه لجانب الالعاب مع معالج اكزينوس اللي موجود على الموبايل ده. برضه من ضمن العيوب اللي هتقابلها في الموبايل ده ان الحد الاقصى بالنسبه للشحن بيوصل لحد 25 واط وبس، وده بالنسبه لاهم العيوب اللي موجوده في الموبايل ده. وطبعا في عيوب بتكتشفها مع الوقت، لكن ده بالنسبه للعيوب اللي هي المشهوره والمعروفه عنه. وفي العاده بتلاقي برضه هي دي اشهر العيوب اصلا اللي بتكون موجوده في اغلب الموبايلات الحاليه من سامسونج. اما لو جينا بقى الوقت نتكلم عن سعر موبايل سامسونج جالاكسي A25 5G الجديد، فهتلاقي ان سعر النسخه اللي هي 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام سعرها في مصر حاليا 7200 جنيه، وبالنسبه للنسخه اللي هي 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام فسعرها في مصر 8300 جنيه. طبعا الاسعار دي ربما تزيد شويه تقل شويه على حسب وضع العمله وسعر الدولار، لان زي ما احنا عارفين الاوضاع في مصر حاليا بالنسبه لوضع الجنيه والدولار والكلام ده مش مستقر. اما بالنسبه للسعر في المملكه العربيه السعوديه فسعر النسخه اللي هي 128 جيجا بايت ذاكره داخليه على 6 جيجا بايت رام سعرها في المملكه العربيه السعوديه 850 ريال سعودي، وبالنسبه للنسخه اللي هي 256 جيجا بايت على 8 جيجا بايت رام سعرها 1000 ريال سعودي. اما بالنسبه للناس اللي في الامارات فسعر الموبايل ده في الامارات بالنسبه للنسخه اللي هي 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام سعره 850 درهم اماراتي، وبالنسبه للنسخه اللي هي 256 جيجا بايت ذاكره داخليه على 8 جيجا بايت رام فسعره بيوصل لحد 1000 درهم، وهي تقريبا نفس برضو الاسعار اللي موجوده في المملكه العربيه السعوديه. وفي النهايه وباختصار شديد جدا يعتبر سامسونج جالاكسي A25 5G الجديد موبايل متوازن جدا وبيقدم مواصفات قويه وبسعره مناسب ممتاز جدا جدا خصوصا في الوقت الحالي، غير كمان ان هو بينزل طبعا ببطاريه بتوصل الساعه بتاعتها لحد 5000 ملي امبير، وبالتالي هتاخد برضو تجربه استخدام وتجربه اداء بالنسبه للبطاريه ممتازه جدا جدا، هتكفي معاك لحد 15 ساعه او اكتر على حسب استخدامك. بالاضافه طبعا الى انه يقدم لك تجربه صوتيه ممتازه بفضل طبعا السماعات الاستيريو اللي موجوده فيه، لكن طبعا بالاضافه لبعض العيوب زي حواف الشاشه خصوصا حافه الشاشه السفليه والسرعه بتاعه الشحن المحدوده واللي هي بتوصل بحد اقصى 25 واط وبس. فهي دي كانت اهم المعلومات عن موبايل سامسونج جالاكسي A25 5G الجديد، وعملنا استعراض شامل للمواصفات والسعر والعيوب وايه هي محتويات العلبه وعرفنا كل شيء عنه بالتفصيل. اتمنى تكون استفدت ان شاء الله. يا ريت لو عندك اي اسئله واستفسارات سيبها لي في التعليقات تحت الفيديو وباذن الله هرد عليك في اقرب وقت. طبعا هتلاقي رابط المراجعه كامله مكتوبه على موقعنا الالكتروني للناس اللي بتحب القراءه، هتلاقي الرابط ده موجود في اول تعليق مثبت وموجود في الوصف تحت الفيديو باذن الله. وطبعا في النهايه مش اكد عليك لو لسه جديد معانا في القناه ما تنساش تضغط على زر سبسكرايب الاشتراك في القناه ولايك وشير وتفعيل الكل من جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد ينزل في القناه اول باول ان شاء الله. شرفني كمان باشتراكك في قناتنا الثانيه سؤال وجواب قصص وحكايات علشان يوصلك كل جديد ينزل فيها اول باول باذن الله. تحياتي لحضراتكم، ما تنسونيش من خلص الدعوات، وفي النهايه كالعاده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.